يسأل بعض الأخوة عن نهاية وادي الرمة ينتهي شرق البندرية في أثويرات، وحققت هذا الموقع وتبين لي أنه لم يتعدى هذا المكان منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحالي، ونشرت تحقيقي في صحيفة الجزيرة عام 29، أيضا نشرته مجلة الفيصل. البعض يذكر أنه ينتهي بالعراق، اللي ينتهي بالعراق هذا النهر العظيم عندما كانت جزيرة العرب مروج وأنهار قبل حوالي 10,000 سنة. بعد ذلك جاءت فترة جفاف أدى إلى زحف رمال الدهناء وأيضا رمال الثويرات، فقطعت هذا النهر العظيم إلى 3 أودية. نرجع لأمهات الكتب أو المصادر الإسلامية وكتب البلدانيين. ماذا يقول الفراهيدي؟ طبعا مولود سنة 100 للهجرة. يقول الرمة القطعة من الحبل، هذا حبل يعني قطعة من الحبل. أيضا يقول ياقوت الحموي الرمة ما بقي من الحبل بعد تقطيعه. الآن هذا حبل عندنا بنقطع، زحفت رمال الدهناء وقطعت لنا الحبل بالشكل هذا فأصبح لنا وادي الباطن. أيضا زحفت رمال الثويرات وقطعت لنا الحبل بالشكل هذا فأصبح عندنا الأجردي. ما بقي من الحبل، يقول ياقوت، هذا اللي بقي من الحبل هذا هو وادي الرمة. يبدأ من الجبل الأبيض وينتهي بثويرات بطول 539 كيلو، ثم تدفنه رمال الثويرات بطول 82 كيلو طبعا بخط مستقيم، ثم يظهر الأجردي بطول 30 كيلو، ثم تدفنه الرمال الدهناء بطول 25 كيلو، ثم يظهر الباطن بطول 420 كيلو. هذا وادي الأجردي وهذا وادي الباطن وهذه صحراء الدهناء. أيضا ما زاد عرضه من القرن الأول حتى وقتنا الحالي. قد يقول قائل كيف حققت العرض وتأكدت أنه ما زاد عرض صحراء الدهناء؟ طبعا هذا طريق الحج محاذي للوادي. عند تأليف كتابي القصيم وثار وحضارة تتبعت هذا الطريق وقطعت صحراء الدهناء علم حتى أني اكتشفت موقع المجازة المحاذية للصحراء من الجهة الشرقية، واكتشفت أيضا موقع الينسوعة المحاذية للصحراء من الجهة الغربية. طبعا أعلنت عن هذا الكشف في صحيفة الرياض، وأيضا لمزيد من التفصيل والصور والإحداثيات موجودة بكتابي القصيم وثار وحضارة. قد يسأل سائل ما سبب انتشار المعلومة الخاطئة أنه ينتهي في البصرة؟ هذا نتيجة إفتاء البعض من غير المختصين بما لا يعلم فجاءنا بالعجائب. أيضا الكتاب المدرسي ساهم في نشر المعلومة الخاطئة. في كتاب ثالث متوسط يقول عن وادي الرمة يبدأ من شرق المدينة المنورة، خطأ، الصحيح أنه يبدأ من شمال المدينة حتى ينتهي في مدينة البصرة.